العراق هو دولة اللي ما بدك تنولد بيها. من سنة 1963 صارت تقلبات سياسية بالعراق أكثر من تقلبات مشعل جذوري، وكل حكومة تجي توزع شوية من الخريطة على مود تصعد، وبنفس السنة كانت هذه هي خريطة العراق. موقع العراق هنا، ومثل ما تشوفون كل دول الجوار تحبنا. أمريكا من ضمن دول الجوار، وهذا شيء معروف عند كل العراقيين. عبد السلام عارف من هو هذا الشخص؟ هو حاكم العراق سنة 1963، وقرر لأسباب غير معروفة التنازل عن منطقة جيهان لصالح الكويت. ليش الشكل صار؟ ما موجود أي أسباب، وباعتبار أنه هو الحاكم فما حد يقدر يقول له لا، وأنت لو تركز بصورته مدة كم ثانية راح تعرف ليش ما حد قال له لا. ومن الأشياء المعروف بها العراق الدولمة العراقية والضيافة والكرم، وركز لي على الكرم. وبسنة 1975 قرر العراق يثبت بأنه أكثر دولة كريمة، وقرر يتنازل عن منطقة حدودية لصالح إيران، وهالشي معروف باسم اتفاقية الجزائر. واللي صار بهذه الاتفاقية تعارك هذا ويا هذا على الأرض الحدودية، فدخل هذا حتى يحل المشكلة بين هذا وهذا وسووا اتفاقية. وهذه الاتفاقية اعتبرت خط القعر في شط العرب هو الفاصل بين العراق وإيران. واستمرت هذه الاتفاقية لفترة طويلة، وليها 5 سنين. وراها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، وما تحس إلا صدام غير مزاجه وقال ليتس جو بيبي يلا الحرب. وصارت عركة بين العراق بقيادة صدام وهم ضربونا واحنا ضربناهم، وضربناهم وهم ضربونا، واستمرت الحرب 8 سنين. وبالنهاية راحت قطعة من الأرض، وجه هذا الوجه مهطل يحكم العراق، ورجعت الاتفاقية تفعلت مرة ثانية. هسه شلون صار عندنا؟ إيران أخذت منطقة والكويت أخذت منطقة، السعودية تسكت؟ أكيد لا. الحدود العراقية السعودية، أو بما يعرف بمنطقة الحياد. بذيك الفترة كانت قبائل البدو السعودية تفوت على المناطق العراقية، لأن سلطنة نجد كانوا يعتبرون هذه المناطق إلهم. وسلطنة نجد هي السعودية سابقا قبل ما تشكل الدولة السعودية رسميا، واللي كان يحكمها الملك عبد العزيز. نرجع نكمل. كانوا يعتبرون هذه المناطق لهم لحد ما صار مؤتمر العقير، وتكون الاجتماع من جانبين، جانب سعودي وجانب بريطاني، لرسم الحدود العراقية. ورب سائل يسأل الحدود بين العراق والسعودية ايش دخل بريطانيا؟ هذا خو سؤال. تعال على صفحة خلينا نسولف. بذاك الوقت العراق كان تحت الحكم البريطاني، وكانت قبائل بدو السعودية تهجم على بعض المناطق العراقية لأن ما كانت اكو حدود واضحة، لحد ما صار مؤتمر العقير بين بريطانيا والسعودية لتحديد الحدود العراقية. السعودية كانوا يردون الحدود تكون هي نهر الفرات، لكن طبيعة الشعب العراقي اللي كان أغلبه من البدو بذيك الفترة كانوا يحتاجون إلى مناطق كبيرة للرعي. وقررت بريطانيا رسم الحدود العراقية بالتوازن مع نهر الفرات على بعد 200 ميل من مجرى نهر الفرات. وعزيزي المبارك الكريم، إذا تلاحظ هذا هو سبب وجود الخط المائي في حدود العراق. وتم إرضاء السعودية بإعطائهم جزء من الأراضي الكويتية، ما يقارب ثلثين الأراضي الكويتية بذاك الوقت. وهنا الكويت تصيح بعد من بقى، باعتبار انه احنا قاعد نوزع ثمن وقيمة. لحظة شوي، ما دام احنا بدينا منا فاكيد راح نوصل لهنا. هسه الدور للأردن. الحكومة العراقية ويا الحكومة الأردنية بذاك الوقت كانوا مثل الضلوع، فما انفتح موضوع رسم الحدود. لكن بعد ما بدأت تسقط الحكومة العراقية وبدأت الحرب العراقية ويا إيران، هنا انفتح موضوع رسم الحدود. فسووا قعدة عرب وصبوا القهوة وذبح الشيخ العمك الطلي، وتكونت القعدة من لجنة عراقية ولجنة أردنية اعتمدوا بها على الخرائط البريطانية. وبعد بحث واستطلاع انتبهوا ان العراق فايت بالاردن 72 كيلومتر مربع، وهاي المنطقة هي رويشد. وهنا اهل رويشد ناموا هم عراقيين وقعدوا هم اردنيين. شلون؟ وتنازل العراق عن منطقة رويشد للاردن. واحد من اسباب التنازل هو موقف الحكومة الاردنية اللي كان حاكمها بذيك الفترة الملك حسين ابن طلال ابن عبد الله. موقفه مع العراق ودعمه للعراق أثناء الحرب مع إيران، يعني بين قوسين كان التنازل عبارة عن هدية من الحكومة العراقية إلى الحكومة الأردنية. وغير ذلك التنازلات أكو تنازلات أخرى عن الأراضي نذكرها بشكل سريع، من ضمنها ما يعرف بخيمة صفوان 1991. وهنا المقصد الاتفاقية أقصد تنازل عن منطقة من الأرض بنفس الوقت مال الاتفاقية. وقرار مجلس الأمن رقم 883 اللي استقطع مساحات كبيرة من جنوب البصرة وتركها للكويت. واخر التنازلات اللي صادرة من البرلمان العراقي سنة 2013 اللي مضت بها الحكومة العراقية سنة 2017، واللي هو عبارة عن التنازل عن الممر المائي لخور عبد الله. وخور عبد الله لحاله هو قصة طويلة، إذا تحبون أسوي لكم حلقة عنه اكتبوا لي بالتعليقات أو بالتصويت يمنى يسرى ما عندنا الحدث بعد الجديد باليوتيوب. وعلى ذكر التعليقات لا تنسى تحط لايك وتعليق. شلون بالله جيتكم فجأة. واخر تنازل اللي هو اسوأ تنازل بالنسبة لي واللي سويته الحكومة العراقية عندما كان رئيس الوزراء اياد علاوي.
أعطى مساحة ليست بقليلة بموقع مميز في قلب العاصمة بغداد على ضفاف نهر دجلة إلى السفارة الأمريكية، واللي كانت مساحة هذه الأرض تفوق مساحة دولة الفاتيكان. وكان هذا أكثر خبر سيء بالنسبة لي، لأن هذا المكان بالذات يصلح يصير قهوة على نهر دجلة ومشروع رهيب. يعني تقف الفيديو وتروح تاخذ لك نرجيلة ودوملة وبلياردو. ولهنا وأخيرا صارت هذه هي خريطة العراق. وجواب على السؤال الأول، هل هذه هي خريطة العراق؟ أنت صدق تحكي عن صار لي ساعة أحكي وهسه تجي تسألني؟ المهم لهنا ينتهي الفيديو. كان وياكم فيوري، لا تنسى الاشتراك بالقناة وشكرا من القلب للقلب.